طبعا امبارح الاهلي كسب زد فوز بلا طعم. ممكن يكون الاداء اتحسن شويه، لكن الفوز نفسه كفكره ان انا افوز بالطريقه دي وافوز في الدقيقه 89 ده فوز بالنسبه لنا بلا طعم. طبعا كولر في بدايه الماتش حاول ان هو يعمل نفس فكره حمدي فتحي اللي كان بيلعبها قبل كده، ان يبقى واحد من خط النص يكون متقدم مع المهاجم ويقدر يعمل كثافه جوه ال 18. الكلام ده كان بيحصل، بس كان بيحصل بطريقه تناسب اللعيب اللي بيعملها. يعني مثلا السوليه ما بيخشش جوه ال 18، كان دايما يجي يكمل ورا كهربا ويقوم واقف لك على حدود ال 18 كده، فيبقى اصبح ان كهربا لوحده. طب لما بيحصل كثافه، مصطفى زيكو كان في الجناح الشمال بتاع زد ما كانش بيرجع، فكان بيبقى عندك هنا كثافه في الناحيه العكسيه. لما مفيش حد جوه ال 18 تاني مع كهربا، فالكره ما بتتلعب